السلام عليكم الحباب الزينة، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير بصحة جيدة. انا راني في نعمة، ربي يدومها عليا وعليكم ان شاء الله. اليوم الحباب الزينة جيتكم بهذه الوصفة اللي هي عبارة عن البريوش، يجي من اروع ما يكون، ساهل وبنين وريحته طلعت تشهي، ومكوناته بسيطة وفي متناول الجميع. راح نشوفوا الوصفة مع بعضنا. كما تعرفوا الصيف بدا والعطلة بدات، والدراري بداو يتقلقوا وبداو يديكوتيو بالنهار طويل ويجيعوا بالخف. اللي داك وخممت قلت ندير لهم بريوش مع هاد العشيه هذه، شويه ننشطهم شويه مع قهوه تاع العشيه. يجي من اروع ما يكون، جربوه فقط بخواتاتي. قلت نشارك اصدقائي كامل، نشارككم، تفكرتكم قلت نشارككم معايا هاد البريوش هدايا. راح نروحوا مع بعضنا نشوفوا الطريقه والمقادير هكا باش نفرحوا كامل وليداتنا. يلا نشوفوا الطريقه مع بعض. اولا في اناء تاعي ورا كنت راح ندير فيه 2 كيسان تاع حليب دافيين، حليب عادي تاع الشكاره تاع 2500 فقط. 2 كيسان حليب دافيين نفرغهم في الاناء تاعي. راح نفرغ عليهم 6 مغارف تاع سكر، 6 مغارف كبار تاع سكر، مغارف تاع ماكله كبار سكر. وانت حبيتي تزيدي سكر زيدي، حبيتي الحلاوه بزياده زيدي سكر، انت حره. ونزيد عليهم مغرفه كبيره تاع خميره الخبز كما راكم تشوفوا. نفرغها على الخليط ونزيد نفرغ عليه 5 مغارف كبار تاع زيت كما راكم تشوفوا. راح نزيد لهم بيضة كاملة بدرجة حرارة المطبخ، نفرغ عليهم ونخلط الخليط تاعي بالضرب اليدوي فقط. ما تقوليش ما حبيتش نديرها في العجانه بالعاني، باش ما تقوليليش ما عنديش عجانه اي ما نقدرش نديرها، لا، بالضرب اليدوي فقط تقدري ديريها. ها، خلطها بالضرب اليدوي كامل حتى المكونات تاوعي انسجموا مع بعضهم كل مليح. راح نزيد نفرغ الفرينه، راح نفرغ الكاس الاول بهذا الكاس هذا اللي تعرفوه كامل عندنا في المطبخ تاعنا، ونخلط الخليط تاعنا مليح. ونبدا نضيف الفرينه بالتدريج. تفرغت الكاس الثاني وراح نفرغ الكاس الثالث كما راكم تشوفوا، ونبدا نخلط. الفرينه تاعي راهي مغربله، غربليها باش تتهوالك وتعطيك نتيجه مليحه للخبز تاعك هذا للبريوش تاعك. نخلطهم مليح وكما راكم تشوفوا بدا العجين معنا يتقال. اذا الضرب اليدوي راح نستغنى عليه، الفوي هذه دوك نستغنى عليها، ونبدا ندخل في يدي بالعقل. زدت الكاس الرابع وهاو الكاس الخامس، وراح نخلط مليح. انتي الكاس الخامس روحي ليه دائما، الكاس الاخير روحي ليه وحده وحده، ما تفرغيش خطره واحده كما درت هنايا، لا، روحي وحده وحده لان الفارينه تختلف. كاين الفارينه تشرب كاين ما تشربش. انا صراحه جاتني قد هذاك هو. مين انتي ما ديريش كيما انايا، فرغي الكاس الاخير فرغيه بواحد دفعه دفعه، ما تفرغيش كل مع بعضها، تتحصلي على هذا الخليط هذايا اللي هو يتلاصق. شوفوا كيفاه جا. راح نحاول نلمو ونحطه فوق سطح العمل دائما بالاستعانة بشوي فرينة، لأن العجينة تاعي كما تشوفوا فيها راهي تتلاصق، لازم نتعاونوا بالفرينة شوية. ونلم العجينة تاعي عادي، نلمها فقط كما مانيش ندلك فيها، ما تدلكيهاش، حذاري تدلكيها راح تتعلق لكم، مش راح يخرج لك البريوش تاعك مليح. لميها فقط بأطراف الأصابع كما راكم تشوفي حتى تحصلي على العجينة طرية هذه كما راكم تشوفي فيها هذا القوام هذا اللي نحوس عليه. راح نجيب الاناء تاعي دهنته بشوي زيت، ونحط العجينه تاعي نحطها في الاناء ونغطيها بصاشي ونخليها ترتاح في المطبخ. مع السخانه راح ترتاح بالخف. بعد ما ترتاح لي العجينه تاعي راح نحاول بالاستعانه دائما بشوي فرينه كان لقيتيها تتلاصق في يديك هكذا، ونلمها مليح كما راكم تشوفوا، ونحاول نقسمها هكذا، نقسمها كامل إلى قطع صغيرة دوك تشوفوها. أيوة، ونقطعها هكا. حبيتي تقطعيها كيما راني نقطعها فيها هنايا تقطيع عشوائي، قطعيها. حبيتي توزنيها بالميزان باش يجو كل على حبة واحدة كل كيف انت حرة كيما حبيتي. انا بما اني راح نديرها غير للدراري للدار فقط درتها ميزعيني فقط هكذا. ونحطها نزيد ندير الثانيه هكذا كيما راكم تشوفوا، نلمها مليح ونحطها هكذا. بهذه الطريقه راح تجيك العمليه سهله.
راح نكمل كامل انا العجينه تاعي، نكملها كامل بهذه الطريقه هذه كما راكم تشوفوا فيها، ونتحصلوا على هاد الحبيبات تاع عجيوجات هكذا كما نقولوا حنا لوزات، تحصلوا عليهم يجوك من اروع ما يكون. نخليهم يرتاحوا كذلك، ما نخلوش يرتاحوا ياسر. كما تعرفوا هاد الحبيبات تاوعي حسبتهم داروا لي هاد الكميه هذه، دارت لي 21 حبه. غطيتها، حبيتي تنقصي في الكميه نقصي، غطيتها. مجرد ما نغطيها نبدا مباشره في الحبه الاولى اللي بديت فيها، نبدا من الحبه الاولى نبدا نشكلها، وشكلي كما حبيتي كما راكم تشوفوا. دائما بالاستعانه بشوي فرينه هكذا باش تجيك العمليه سهله. بعد ما بسطتها في سطح العمل تاعي بسمك مليح، مش خشين ومش رقيق بزاف كما راكم تشوفوا فيها، وروليتها كامل. ونحاول نلصق الجانب الاخير، نلصقه مع بعضه هكذا. مع دائما نحي الهواء كذلك، نردها شويه باش نحي الهواء، ونحاول نعدلها كما راكم تشوفوا هكذا. ونلصق، نحاول نلصقها مع بعضها. كان خفتي لا تتحلك، ديري دهنه شويه ما في الاخير فقط كغيره، ولصقيها مع اختها، راح تتحصلي على شكل كعكات سارسو كما راكي تشوفي هكذا. درت حبيبات كما هكذا كما راكم تشوفوا، ونحطها في البلاطو تاعي اللي كنت تحبي تدهنيه بالزبده، تحبي ديري له ورق الزبده كما حبيتي، ولا تدهنيه بالزيت انت حره كما حبيتي ديري. نحسبتهم كامل، ونكمل الحبيبات تاعي باشكال متنوعه كما حبيتي. درت شويه تاع سارسو، درت شويه تاع كما نقولوا حنا او شوكولا كما راكم تشوفوا فيها. هاي والله نحلها دائما، قلت لكم الاستعانه بالفرينه وحليها هكذا. نسكنها، نحاول نبسطها مليح، وراح نضيف لها شويه شيكولا. تحبي شوكولاته الطلي، تحبي شوكولاته تاع قطع، تحطي قطعتين ولا 3 الشي اللي تقدري عليه هكذا. ونمسحها في الوسط فقط، راح تعطيني بنه رائعه للبريوش تاعي. ونحاول نلصق الجوانب كما راكم تشوفوا، نلصقهم كامل الجوانب مليح هكذا بيديك. لصقيهم مليح، ما تخليش الفراغ باش هكذا باش الشيكولا تاعك ما تخرجلكش وتحرق لك في الكوشه. هكذا لصقيها مليح، حاولي تسقميها، قلبيها وحاولي تسقميها، وديك الجهه اللي لصقتي فيها هي اللي ديريها من تحت. نحوها من ديك الفرينه هذه كامل الزايده، نحوها ونتحصلوا على الحبيبات حبات تاعنا تاع البريوش كيما راكم تشوفيهم. درت انا شكل بتي با او شوكولا، درت شكل حلزوني كما راكم تشوفوا فيه، ودرت على شكل سارسو كعكات، جاو من اروع ما يكون. نخليهم يرتاحوا مليح، وكذلك انت حره نوعي فيه كما حبيتي. حبيتي ديري اي شكل ديريه، تحبي ديري على شكل كرواسون ديري على شكل كرواسون، تحبي تضفريها اضفريها، انت حره في بيتك في مطبخك كما نقول. وهكذا درت البيض تاعي بعد ما ارتاحت العجينه تاعي، الحبات تاعي ارتاحوا. درت حبه بيض بيضه كامله مع شويه حليب وشويه لافاني باش نحو ديك الزفاره تاع البيض، وندهن به الحبيبات تاعنا كامل كما راكم تشوفوا هكذا. ندهنهم هكذا. ندير تحبي ديري السكر، حبه فيها درت فيها السكر هذه. الا عندك السكر الخشين يجي احسن، ما كانش متوفر عندي درت السكر العادي. والحبه الثانيه راح ندير فيها الجلجلان. وانت واش حبيتي ديري فيهم ديري كيما حبيتي، قلت لك لك حريه الاختيار، انا عطيتك الفكره فقط وانت حره ديري واش تحبي. راح نكملهم كامل. عفوا حبيباتي، قبل ما نكملهم كنت قطعت الحبه اللي طليتها حبه بالبيضه، راني قطعتها كيما راكم تشوفوا بالمقص باش يعطيني شكل جميل. قطعتها هكذا، نقطعهم فقط معذره اخواتي، يعني زدت الملح وما صورتوش، ما باليش الله اعلم كيفاه. زيدوا قرصه ملح هكا باش تصحيح الذوق، لتصحيح الذوق. هكذا نقطعوها كامل هكذا بلا ما نكملوا للداخل خلاص، غير في الحاشيه نقطعوها كيما ونديروها الطيب. ونتحصلوا على هذا البريوش هذا من اروع ما يكون. فقط نطلب من كل مشتركي قناتي انهم يديروا لي جيم وكومنتار شباب ويشاركوا اصدقائهم، واللي مازالوا جدد دخلوا معايا نقول لكم مرحبا بكم. ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني وكومنتار شباب، وتفاعلوا الجرس هذاك باش يوصلكم كامل الجديد تاعي.
وان شاء الله تعجبكم الوصفه هذه. جا البريوش من اروع ما يكون، ريحته طلعت تشهي كما راكم تشوفوا، خفيف وطري، من اروع ما يكون. ان شاء الله راح يفرحوا به بلي ديروها وتفرحوا به لوليداتكم. وان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعي هذه وتجربوها، خاصه للمبتدئات اللي خافوا من الكوزينه. نقصي فقط في الكميه باش تجي كميه صغيره وتقدري تتحكمي فيها، هذا ما كان. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعي، والى الملتقى مع كما قلت لكم عفوا مع كاس حليب كما هذا يجي من اروع ما يكون. والى الملتقى في فيديو اخر حبيباتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.